تعالى نعملها مع بعض احلى كبده اسكندراني، طعم وريحه وحاجه كده انا واثقه ومتاكده اول ما تعمليها بنفس الطريقه ديت هتاكلي صوابعك وراها. تعالي نشوف مع بعض هنعمل ازاي الكبده الاسكندراني بالظبط بالتفصيل. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه كده هتجيبي طاسه كده تحطيها على النار تكون سخنه، تنزلي عليها بزيت الكبده. خليكي عارفه ان الكبده بتحب الزيت الكتير، فهتتوصي كده شويه زيت كده حلوين كده، 4 كده معالق زيت كده والّا 5 معالق كده من الزيت. أول ما يسخن معاكِ خالص تكوني طبعًا انتِ الكبدة بتاعتِك تبقي مصفياها كده خالص، فتقومي نازلة كده بيها على الزيت وهو سخن خالص. هتفردي بقى الكبدة بتاعتِك كده، حاولي تفرديها كده في الطاسة كده كلّاتها. إحنا الكبدة مش عايزة تقلّبي فيها كتير، ما تقلّبيش فيها كتير دلوقتي خالص عشان ما تشدِّش معاكِ. ركزي معايا كده في التفاصيل اللي بقولك عليها عشان تطلع معاكي الكبدة مظبوطة وما تشدش معاكي خالص. تفرديها كده كلها كده، واول ما تحسي ان هي خدت صدمة كده وخدت معاكي لون من تحت تقومي قلباها على الجهة التانية لحد برضو كده ما الجهة التانية معاكي برضو تاخد معاكي كده لونها كده يتغير معاكي. هتقومي نازلة بقى ايه بمعلقة من التوم المفروم. اول كده برضو كده ايه التوم بس كده يبدأ يطلع ريحته معاكي بقى وتشوحي معاكي، هتقومي جاية نازلة عليهم بالبهارات ملح وكزبرة وكمون وفلفل اسمر ايه وتشوحي كده ايه الكبدة مع وبعد الثوم كده والبهارات تنزلي كده بقى ايه تنزلي بفلفل الوان. بعصرة لو كده مش عندك ليمونة فلفل كبيرة. الوان ممكن تنزلي بفلفل اخضر بس. انا كان عندي فلفل الوان ومفرزاه معاكم، شفتوا ما شاء الله نزل معايا. بص بحط زي ما هو كده من الفريزر مجمد، بيبقى حلو معاكِ، مش طري معاكِ ولا مهري ولا أي حاجة، زي ما أنتم شايفين أهو. هو نازلة بيه زي ما هو مجمد، أهم حاجة تحطيه تستخدميه من الفريزر مجمد زي ما هو، ما تستنيش إن الفلفل يفك معاكِ. وبعد كده تنزلي بمعلقة كده من الخل وتشوحي بقى كده لحد ما إيه ما تحسي الخضار بتاعِك دبل كده والكبدة بتاعتِك استوت، تقفلي عليها على طول. هي الكبدة ما بتاخدش معاكِ 10 دقايق، وما تغيبيش الكبدة على النار علشان ما تشدش معاكِ. برضه سبب إن هي الكبدة تشد معاكِ إن هي تغيبيها على النار، لو الكبدة غابت على النار بتخليها تشد معاكِ. وكده الكبدة بتاعتنا جهزت، يلا بينا نحشي بقى السندوتشات بتاعتنا. حابة بقى تعمليها في ساندوتش في عيش فينو تحشيها في عيش فينو تمام. حابة مثلًا إنِّك تحشيها برضه في عيش من اللي هو عيش أسمر، ما فيش مشكلة. حابة بقى شوفي أنتِ حابة تقدّمي الكبدة بتاعتِك إزاي، حابة تعمليها بمكرونة، بكشري، اللي أنتِ حاباه بقى. أنا عن نفسي باحب آكلها بالعيش الفينو أوي. هتبدئي بقى تجيبي العيش بتاعِك بقى تفتحيه بقى وتحشي بقى إيه الكبدة بتاعتِك. تقدري بقى تقدّمي بقى جنب الكبدة بتاعتِك دي ساندوتشات الكبدة بتاعتِك دي أي حاجة بقى تحبيها، مثلًا لو عندِك اللي هو الفلفل الأخضر الحراق ده، الشطة دي تقدري تحطيه، تحطي شيبسي، تحطي كاتشب، اللي تقدري طحينة، مثلًا مخلل، اللي أنتِ حابة تقدّميه جنبها. لو وصلتِ معايا لحد هنا ولسه ما تابعتنيش ولا اشتركتِ عندي في القناة، أتمنى من حضرتِك تدخلي عندي القناة وتشتركي وتعملي لايك للفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.